مساء الفل يا عم سيف، عامل ايه؟ انا تعبان الصراحه، انا المره دي مش الحمد لله. اه يا ده جديدة اه دي ليه بقى؟ لا المره دي هو الحمد لله، انا حاسس ان أنا قلت حاجه غلط، الحمد لله بس انا تعبان يعني. طب هو انت يعني آه النهارده ايه؟ طيب النهارده على ايه؟ الكلام على ايه؟ انت عندك ايه النهارده طيب؟ هنتكلم النهارده عن التسويف. هو مصطلح ممكن يكون جديد على البعض يعني. التسويف ده اللي هو انت لسه يبقى مش جديد وراك على حد حاجه. لسه التسويف دي ايه مش كلمة يعني. التسويف دي مش كلمة كبيرة، خلي بالك، عادي يعني، مش جديدة على حد. جديده ما هي جديده عليا ليه؟ انت بجد ما قلت لي سرشت عليها. يا راجل ما تهزرش انت. والله سرشت عليها. ماله لا يعني. التسويف وبتاع يعني. هو على العموم يعني يا جدعان، الحلقة دي احنا جايبينها من سألنا الجروب يعني والتيم بتاعنا. انتوا قولوا لنا على حلقات عشان احنا دماغنا وقفت خالص. تيم ففي مين ده يا واحدة استاذ مشكورة. سيف؟ يتكون من ايه طيب؟ ده فيه هيصة جوه يا عم، ده مولد يا عم. اه. ده ايه ده انت ده, تقصد ده تقول بقى ما ان شاء في حاجات الله. كتير حلوة جاية بقى على كده؟ ايه. تقصد تقول ان في حاجات كتير حلوة جاية بقى؟ اه لا بجد الناس هتشوف حاجة كويسة جدا يعني. احنا ان شاء الحمد لله التيم بتاع الانيميشن كبر. احنا كنا بنواجه صعوبات في الموضوع ده يعني. وكله حابب الفكرة وكله بيبقى عايز عايز يدي اكتر وبتاع وكده. فدي صراحة حاجة ممكن تفرق معانا قدام يعني. اه اه اه. وصحيح انا عايز يعني بجد اللي بيسمع الحلقة للآخر يعني، ايه رأيكم يا جماعة في الريل الانيميشن اللي نزل بتاع اللي هو انا بشوف الشركة تحت العربية ده؟ يا ريت الناس تشاركنا الموضوع اكتبوا لنا ده. في الكومنتات يا. اه نفسي اقول من زمان بجد قوي، يعني. اكتبوا لنا في انا الكومنتات يعني. نفسي بجد اقول يا جماعة اكتبوا لنا في اه. الكومنتات اي حاجة يعني بجد يعني. تفرق معايا جدا الكومنتات، خلي بالك اكتر من الفيوز واللايكات اكتر حاجه كده يا اسطى، هي بتبقى اكتر حاجه بينت لك ان اللي اصل اللايك ده انا ممكن افهم افتح اه اعمل لايك واقفل الفيو، مش عادي يعني، صح. ممكن انا لو انا انا ثلاث انا امي ثواني وابويا يتقفل. بيعملوا كده. صح. انا امي بيعمل لنا لما باجي اخش اشوف ايوه. الاكونتات بتاعتهم بلاقي مفيش فيو. عارف الشريط الاحمر ده. ايوه الشريط الاحمر. معرفش. تقريبا بيبقى في اوله اه في كده. الاول خالص، في الاول خالص بس تخش على البتاع اعمل لايك. انا ما بس اعرفش ده يعني، ما اعرفش يعني. هم بيدعموني بطريقه غريبه شويه يعني، ان هم اللي هم فاهم اللي هو احنا بنعمل لايكات بس احنا مش مهتمين انت خلاص. بتقول ايه يعني. كفايه بقى يعني. انا اصلا مصدق انك انت اه فاهم في يعني الجيش. بس كفايه، كفايه الخرا اللي بتقولوا لنا في البيت يعني مش. اه اه. طب موضوع الحلقه ف طيب اللي احنا سيبناه ده. اللي احنا بجد سيبناه. موضوع الحلقه بقى اللي هو التسويف، اللي هو مصطلح جديد عليا انا. ان انت تبقى عايز حاجه يعني. انت عايز تعمل حاجه، انت مثلا قدمت مثلا على كورس ولا حاجه، كل شويه عمال تاجله. كل شويه انت هشوفه بكره بعده. مثلا ده بيحصل مثلا جدا في الجيم. في اشتراك الجيم ده بيحصل فيه كتير قوي. وكمان يا بقى لو انت مشترك سنه. انت ما بتشترك سنه دي، انت خلاص طيب، اظن عشان انا بتروح حاسس شهر. يعني اصلا انت في ايه طيب؟ اه يعني انا حاسس بجد انت عارف حاجه طيب وعايز تقولها يعني. لا ماشي لا يعني. يعني كده كده يعني. بس انا هو على طول انا هروح بكره، انا هروح بكره. لو انت بتروح الصبح انا طب خليها بالليل، طب بعد الغداء، قبل العشاء، في الفجر. نقعد والله. كده لحد ما خلاص اليوم خلص. الدنيا خلاص راحت منك. فدي حاجه طبعا اكتر حاجه ممكن تشوفها في الجيم والكورسات يعني. دي حاجه يعني على طول على طول الناس بتشتكي منها يعني. انت حصل معاك حاجه زي كده قبل كده يعني في اي حاجه، مش لازم المثالين انت دول يعني. لسه قايل اهو، انا مش عارف انت يعني عايز ايه مني يعني. انا عايزك بس تنزل، بس تشد العضلتين يعني شويه مش اكتر يعني. يا عم ماشي. انا عامه والله. بس آه، انا بس يعني بكل بساطه هقول لك يعني بكل بساطه الكورس بتاع البروجكت مم. مانجمنت لسه ما خلصتوش لحد دلوقتي. بس كده. مش عارف تعرف المعلومه دي ولا لا؟ انت يعني انت خلاص انا انت ممكن تقول للناس ان انت اتخرجت. شغال بالك سنه اصلا بروجكت اتخرجت مانجمنت يعني انت بقى. واشتغلت وبتاع. يعني ولسه كورس. لسه لسه لحد دلوقتي ما خلصش بجد. هو طب انت بادئ من انت امتى؟ والله. انت ما هو لسه مش هقول لك من وانا بادئ في من امتى الكليه. انت. يا هقول لك. جدع يا. مش فاكر تاني ولا تالت سنه في الكليه. بص اه هو انت عارف ان هو على كورسيرا بيبقى سبيشاليزيشن كده مكون من حوالي فاهم. يعني كذا كورس يعني. فمش خمس فاكر هو كورسات مثلا كان ولا حاجه، اربعه. خمس او ست كورسات حاجه كده. انا واخد التلاته تقريبا، والرابع بزق فيه بالعافيه. فاهم.
وخلاص اه. اصلا تقريبا اللي هو الفتره بتاعته خلصت وبتاع واتاخد مني مم. كده يعني. طب هو ليه اصلا يعني ليه اصلا الشخص بيعمل كده يا يوسف؟ ليه ممكن اللي هو يبقى مع انه هو محتاج، يعني خلينا نتكلم برضو ان هو محتاج الحاجه دي ايا كان بقى، انت بتتكلم في الكورس، انت بتتكلم في الجيم، اقول لك بقى انت بتتكلم في حاجات كتير، انت محتاج اصلا الحاجه دي، انت ونازلها ودافع لها فلوس وبتاع، يعني انت خلاص، طب عايز توصل لايه طيب؟ اقول لك يعني، هو انت اصلا صعبتها على نفسك في الاول جامد يعني. انت في الاول انت تبقى فاهم اللي هو الحماس بتاع البدايه ده. فانت ايوه انا في الاول، انا الكورس ده اخلصه في يومين بالكتير يعني، فاهم. فاهم. اقعد خلاص انا خلاص انا حاطط لنفسي تارجت كبير قوي. هي فكره بقى في انك انت خلاص حطيت لنفسك تارجت كبير قوي في الاول. فانت بقى ايوه ايه، على فكره انت معاك حق. هتهيئ بقى، انت بقى محتاج تهيئ كل حاجه بقى على التارجت الجامد ده. لازم بقى ايه امم. يكون مجهز، مش عارف ايه، اللاب مشحون او كده يعني، والنت سريع. ولعبت لي مثلا، لو انا مثلا بحب العب جيمز، يكون لعبت لي جيمتين، عملت شويه سكرولات على التيك توك كده ايه فاهم، والجانب سجلك في 4 ساعات الترفيهي من فاهم. الاخر. اه اه. انت زي تشيك ليست كده ايه، بتقعد تتعلم لما ايه تبدا، عشان انت ايه قدامك اه. تارجت كبير قوي محتاج تجهز له. بس يا عم ده اه. طب ده انت تحليلي بتشوفه ده هروب ده يا يوسف، ولا ده ما بيبقى يعني نسميه ايه ده؟ اي يا عم، بص هو في حاجه كده معروفه انه دايما عقلك بيحاول يخليك ايه اه. ما تجدوش، او ان هو يبقى في حاله مستقره يعني. هو انا عايز، هو ليه كل الحاجه المعروفه انا مش عارفها يعني حاجه، حاسس ان دي مش حاجه مش معروفه، انا مش عارف المعلومه دي عموما يعني، انا بجد اول مره اسمع كده. هو انا بجد محتاج اثقف نفسي اكتر من كده ولا في انت ايه بقى بجد؟ لسه اقول لك دي محتاجه انت انا ثقافه قعدتي في الجيش عامه. خلتني لا قعدتي في الجيش خلتني لا لا، بجد انت مش انت بقى كل حاجه هتقول لنا جيش بقى يا عم، يا عم اكبر بقى. اخلص باشا ما اخدش محاكمه عسكريه وهتلاقي والله حلقه ده 40 جزء، البتاع ده هيتحول ان مصفوع من الجيش على طول خلاص، اي وهو في الجيش وقبل الجيش وبعد الجيش انا بجد يعني هدلع اي اه عسكري والله لسه تحديد داخل يعني. الجيش. اي ايوه وتقعد بالظبط، بقى فاهم تجيب والشنطه وكده. مثلا واحد مثلا ايه، واحد مثلا مصفوع من الجيش بين قوسين الداخليه، مصفوع من ب... الجيش بين قوسين المدفعيه الحربيه. كده فاهم. بالظبط بالظبط، اه وهعمل كده والله، ونصيحه لاي حد داخل الجيش، خد افلام معاك مش 3 عشان التالت هترميه، ملوش لازمه، مع ان هو خد مشهور ايه. ان انت تاخد 3 اقفال. خد افلام معاك مش 3 اه يعني إيه بقى. عشان التالت هيترمي، ما هو انت بتاخد اقفال وانت رايح لا الجيش، لا، انت انت بتاخد احكي كده من الاول، ما انا مش عارف، ما انا ايه إيه حوار القفل ده اصلا. يا ابني بتاخد قفل للشنطه، قفل، اه وبيقولوا قفل للمخله، ما بتاع المخله ده ملوش لازمه، خليها قفل للشنطه وقفل عشان دلوقتي دفعه واحد ايه بتبتدي تجهز شنطتها عشان داخله خلاص. دي ف رساله لدفعه واحد يعني. ايه، دي او رساله رساله لدفعه دفعه واحد واحد يعني. خلاص، تلاقي الباقي، لا الباقي خلاص يعني، رساله دفعه واحد. واربعه بتقدم دلوقتي. انا حاسس ان الحلقه دي كارثيه. الحلقه دي يا كارثيه قوي بجد، عم احنا دخلنا في 40 حاجه. انت يعني انت المفروض اصلا نسجلها من امتى. اه المهم نرجع حاجه مش للمره كويسه. المليون لموضوعنا. يا ريت. ان شوت اوت لنادي سرور عشان ادتنا، احنا كنا طالبين فكره من التيم، ادتنا 5 افكار، انا من 5 افكار انا تهتهم، فخلينا ان احنا برضو نسوي في الحلقه دي، يعني الحلقه دي المفروض كانت تتسجل من 3 ايام ولا 4 ايام ولا حاجه. وكده قعدنا كده فاهم واحده عندنا لحد افكار ما انا كتير مراجع يعني، فاهم قشطه يعني. لا مش فارق معايا يعني، انا بجد كنت في الامان جدا، لحد ما هو يعني اه انا مش سايب عدد الحلقات الكافي، وللاسف ان انا هسجل الحلقه دي غصب عني بسبب ان انا رايح الجيش بكره، فعافيه انا هسجل. اه اه فانا اه. واصل لمرحله وحشه جدا بجد يعني. نرجع لموضوعنا تاني. يا رب. فانا بقول لك بقى يا يوسف، انا بجد بكره حوار ان انا في 40 حاجه كده، يعني هي اول ما ادتنا الخمسه، انا مش عارف اعمل ايه ولا ايه، يعني حاسس ان ممكن ايوه نتكلم عن فاهم. الخمسه مثلا ولا حاجه، ودي مثلا تبقى المصفوعه من افكار ندى سرور. هل اه التسويف بيبقى مربوط بسبب ان انت آه الكمال اللي انت عايز توصل له، فانت عشان مثلا ما عملتش الحاجه باللي انت عايز تعمله، او مثلا مش قادر تعمل حاجه بيرفكت، فخليت ان هو انت تاجل لحد ما يبقى كويس تاجل، ولا لا ملهاش دعوه؟
ايوه يا عم، ده كمال عدو النجاح، دي معروفه بقى، دي معروفه بقى، اظن انت ما قلتش مش لا ولا لا دي لا، جديده دي انا عليك برضه؟ عارفها، لا دي انا عارفها، كنت كاتبها لا كنت اكتبها في بوست على لينكد ان. بس عدو التقدم، كان عدو التقدم مش عدو النجاح. لا، عشان النجاح يعني كمال عدو حاجه لا لا يعني، لا، يعني هي حاجه كده. هو عدو دلوقتي. الكمال عدو طب على دلوقتي، فكره اه. احنا عملنا كده في البودكاست، لو تفتكر ان هو احنا كنا ابتدينا ومراحل التطوير ابتدت معانا. يعني احنا بجد لو كنا هنبتدي باللي احنا فيه دلوقتي ده، احنا ما كناش هنبتدي، اه، بس ده تصدق بقى؟ المثال الجيد بقى. اه. اه، ده احنا كده اه احنا ده بجد ما المثال كناش الجيد. هنبتدي. اه لا الحمد لله، لاول مره بقى في حته كويسه يعني. فانا فاهم. فانا شايف بجد ان لا احنا بجد لو كنا يعني اللي يرجع لاول حلقه يشوف اللوجو كان عامل ازاي. هو كان حلو على فكره، عشان عارف ان في يعني مشاكل هتحصل لو قلت كده. بس اه. لو اللي يشوف اللوجو في الاول يشوف احنا نفسينا كنا بنتكلم ازاي. ما كانش فيه الراحه الغريبه اللي هو احنا قاعدين يعني حاسس ان احنا بقينا نرتاح هنا اكتر ما بنقعد على القهوه. يعني مع ان كان الفكره اصلا ان يبقى اه، فاهم. الدنيا تبقى فاهم. انا حاسس ان أنا بجد ببقى هادي هنا، ده الكومفورت زون بتاعي، التسجيل ده. خلاص ما بقتش ياه، حاسس ده ان ده انا كلام كبير قوي ده يا انا عم. وصلت مرحله بجد. طب انت عارف انا قبل الحلقه كنت بقول لك ايه؟ آه لا، ما تزنيش قدام الناس. ايه كنت بتقول يا اسطى؟ مش فاكر والله. ايه يا بجد ده قبل التسجيل على طول، انت مش مركز معايا ولا ايه؟ طب ما مش بقول يعني لك ان في انا مش نظام قادر وبتاع يعني. ومش هسجل، مش قادر ومش اه، ايه صح. هسجل وانا مخنوق وبتاع ومش عارف ايه وكده. انا اول ما فتحت اه، البتاع انا تحت طلعت اللي جوايا انا بجد كويس. انا هي والله عارف الحلقه دي انا كده عارف ان هي يعني. ممكن تكون ده ممكن تكون عبثية لناس كتير، بس انا مرتاح. انا حاسس ان الحلقة دي مريحاني. انا كنت في حالة مزرية النهاردة. انا حابب اسالك على عائد البودكاست على شخصيتك وحياتك والعائد يعني فاهمني؟ اظن فاهمني يعني. فاهمك اه فاهمك. هقول لك البودكاست فادني بكتير جدا، بخلاني ان انا مش هقول ان هو خلاني بعرف اتكلم. انا كده كده الحمد لله الحمد لله بعرف اللي هو، لا انا بعرف اتكلم كويس، انا بعرف مش عارف ايه بفتح. آه بس خلاني ان انا ما اعرف ان انا لا ابقى اعرف ادير حاجه. تصدق برضو ما خلينيش كده، انا كنت قبليها برضو كده. اكيد ليه فايده في ايه يا سيدي. في فايده، في فايده. آه اكيد في عمل حاجه يعني بجد. مش معقوله ايوه. يعني. آه خليني بعرف اقنع الناس. ايه ده؟ لا انا كنت بقنع الناس برضو من زمان. خلاص يا يوسف لا، هقول لك السؤال على حاجه بقى. خلاص، طب مم. عدي السؤال ده. هقول لك على حاجه عادي بجد. اه دلوقتي وانا حاسه خلاك اجرأ شويه اكتر في انك انت اه ما يعني تتكلم مع الناس وبتاع. مم. ممكن احكي لهم على اللي حصل امبارح. لا اه يا جماعه امبارح كانت نيرفانا هي اللي بتعمل الجرافيك ديزاين. وشوت اوت برضه النيرفانا، عشان نيرفانا بجد شغلها كويس جدا يعني. آه كانت بعت لنا نظام نيل جديد للحلقه يعني. ان شاء الله هي هتكون نزلت المدينه، يعني المدينه تنزل هيكون هي نزلت اصلا يعني. بعت لنا اه، ثلاثه. تمام. هم كانوا كويسين جدا، فاحنا مش عارفين ناخد قرار يعني، فبعتناه على التيم يدي رأيه. يوسف الوحيد اللي اختار واحد، استنى. لا، فالباقي ده كله اختار. الباقي كله آه، كله اختار حاجه واحده. فهو يعني بجد، مع ان هو كان شايف خلاص ان هو ده احنا اللي هناخده. وانا حتى اللي هو ايه، انا الصراحه بثق في يوسف يعني، انا كشخص بثق في راي يوسف و... خلاص يعني. و... وفي ادارته للموضوع يعني. انا بقى لا عينه حلوه، عينه حلوه، دماغه حلوه، هو يا عم، حلو ده كلام يعني كتير الدنيا يا كويسه. عم ده. اه ف قلت خلاص انا همشي معاه. فنزلنا التيم كله قال لا، اللي هينزل ده هو ده اللي هينزل. فمهم الاولانيه، وكان يعني في واحد اولانيه اه والتانيه والتالتة، انا كنت مختار التانيه اه صح كده، وكله كنت اختار انت مختار التاني وانا الاولانيه. مختار، وكون مختار الاولانيه. ولو تفتكر في شخص قال الاولى والتالتة اي حاجه غير التانيه اللي مختارها اي حاجه يوسف غير عشان شكله التانيه. فيها وحش. اه عشان شكل عشان شكله فيها وحش. اه. فالمهم يعني برضو كنا عايزين اراء اكتر. فعملت ايه بقى وانا جاي؟ انا كنت رايح له رايح له نقعد نتفرج على الماتش سوا. ف
لقيت اتنين شباب جنبي في الميكروباص وبتاع، قلت لهم يا جدعان انا بعمل كذا كذا ومش عارف ايه وبتاع، ايه رايكم، ايه شدك اكتر؟ فالواد من كتر ما انا بتكلم معاه الواد ما استغربنيش، لا عادي ايه يا اخويا وبتاع. انا حسسته، انا بجد حسسته اللي هو لا احنا زمايل، انت في ايه، انت هتشتري، انت انا جاي دي حاجه ما كسف اعرفش مني ولا ايه؟ اعمل كده. اه بجد. هو على بجد فكره اي ما بني ادم، انت مش غلط، هو اي بني ادم كده، مفيش بني ادم. انا صراحه بشوف نفسي مش هقول اجتماعي يقول عليه النضوج، بس بشوف نفسي أنا جريء، ان هو انا ايه يعني، فاهم ايه اه يعني، مش هترفض من الناس يعني، اللي هو عادي، اللي هو حتى لو اه احرجني، مع انه ما بتحصلش الصراحه. لا صباح الفل، ايه يعني، فاهم. ده مم. ده طبعا راح اختاروا برضو، المشكله ان هم اختاروا الاولى برضو يعني، تمام. رحت بقى قلت للفيصل، انا اتنين على القهوه، هو احنا بنتفرج على الماتش في الشوط اما خلص الاولاني كده، نسالهم. برضو اختاروا الاول، كانوا احباب الله كده، كانوا اطفال قوي، كان 15 او 14 سنه وبتاع. اه فانا حبيت راي الولد اللي هو ال 14 سنه ده. فالمهم يعني ما قال برضو اختار الاولى. ففعلا دي حاجه ممكن تكون فيها فرقت، البودكاست هو اللي خلاني كده. انا برضو يا يوسف انا ما كنتش بالجراءه دي الصراحه، انا كنت ايوه ما متكلم ده انا عارف، بهزر انا متاكد من ده. بس انا ما كنتش اللي هو ما اقدرش اعمل حركه زي دي صراحه يعني. مم. لا انا طب انت بقى، طب انت طيب. اثر اه عليك بايه غير مثلا ان انت زادك صداع زياده مني مثلا؟ غير ان انا بقى غير، اولا غير انك انت كل كان بقى عن البس كده يعني هو على فكره دي مشكله بجد انا عايز احلها يا يوسف. انا بجد حياتي كلها دلوقتي، ممكن اللي ما اعرفش ان اللي قريب مني واخد باله قوي ان انا خلاص بقى حياتي كلها مع البودكاست عمل ايه، هيعمل ايه، ناوي يعمل ايه، هنطوره ازاي، المشكله ايوه الاناليسيز، البتاع يا خرابي. ايه 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 يا بلا صفحه حياه، ايه يا لايفز ده؟ انا مش فاهم. لا بجد وصفحه يعني اليوتيوب مشكله. اناليسيس دلوقتي بقت رقم واحد عندك في السيرش. يا خ... بجد انا لا هو عيد، كل ما هتلاقي اي سيرش هتلاقيه هو المصفوع من. وانا على فكره مبسوط بسبب حاجه، ان المصفوع من بقت بتطلع اول حاجه ما بتيجي تسرش عليها. دي كانت حاجه مضايقاني في جدا، السيرش ان هي جربت تحت خالص. انت كان من في موبايل حد غريب يعني قلت كده؟ امبارح امبارح وانا جاي في الميكروباص اه جربت. اي آه... تسرش على اليوتيوب على طول تطلع لك اول حاجه، فدي الصراحه بسطتني جدا يعني. دي حاجه انا حاسس حاجه ان حلوه الحلقه دي والله. ما ينفعش ما نقولش عليها التسويف، حاسس ان الحلقه دي خلاص ممكن لا نقول ما عليها يعني احنا دلوقتي اي ما حاجه، يعني. طب ممكن نرجع المصفوع تعمل موضوع من الحلقه اي ولا حاجه. خلاص كده، ولا دي هنسوفها دي كمان؟ لا ارجع، لا والله لا بس عايز اسالك بس السؤال الاول، انت اثر عليك اه البودكاست ازاي؟ هنرجع موضوع الحلقه بس اجاوبك على السؤال ده ماشي. هيجي بقى اللي بجد اللي مكمل لحد دلوقتي بجد، انت يا اما انت بتحبني قوي، يا ليك الجنه بقى يعني، انا مش فاهم يعني. اه انا صراحه شايف ان ده ال... كونتنت ملوش لازمه يعني. الصراحه يعني. والله يا عم، هو يا عم اي حاجه يلا. قول يا باشا طيب. حلقه، هو بصراحه احنا يعني بنسجلها كده فاهم علشان المهم السؤال. اه مم. دلوقتي انت بتسالني عن وافدني بصراحه في انه خلاني مثلا افكاري بقت مرتبطه اكتر في الكلام، ورغم ان ده ما حلوه حصلش دي. في الحلقه دي، مش يعني ما حاسس ان انا بقول كلام متناقض صح؟ يعني احنا لا المفروض لا دلوقتي ثانيه واحده، بنتكلم بص هقول لك على حاجه. انا هخلي ان قول. الحلقه دي كده ايه، بنفضفض فيها، ايه رايك؟ احنا يعني دي اتكلم عن الحلقات اللي قبل كده، اه اتكلم عن الحلقه كده. آه، انا شايف يعني، سيبك منك انت، انا شايف ان انت بجد بقيت متحدث احسن بكتير قوي من ما كنت. يعني دي يعني حاجه انا شايفها. اخد لايك يعني. لا والله تقدر تاخد لايك وبتاع وكل حاجه يعني وسبسكرايب وكل حاجه والله العظيم بجد. اه والله. وكومنت تشجيعي. بجد يا جدعان، يا ريت اللي بجد اللي بيحبني بجد يعمل كومنت، اي حاجه. قول لي او اكتب بنحبك يا سيف مثلا، مش لازم يوسف يعني، بجد هتفرق معايا جدا عادي يعني. يا عم، عادي يا عم والله على راسي يا عم، مفيش اه مشاكل. والله العظيم. بس ايه تاني اه طب غير ان انت بترتب افكارك؟ آه، طيب ايه تاني؟ ما في يعني، اه. عارف انت برضو ليه حته انك انت بقت في حاجه انت بتطلع فيها الكلام اللي انت عايز تقوله، او اللي انت امم. ما مش لاقي مساحه انك انت عادي يا اسطى فاهم، هو كده كده ايه، الدنيا بقت مليانه امم. بودكاستات ما جاتش عليك يعني، عادي. دي حقيقة والله فاهم. بجد فعلا دي حقيقة.
يعني خلاص يعني جت عليا يعني عادي اطلع انا طب كمان هو معايا مايك ليه، اهو. طب ليه يا يوسف؟ انا معايا مايك انا كمان والله. عادي يعني انا مايك السماعه ده بقاله 7 سنين ولسه والله كويس، يعني حاسس ان صوتي، انا صوتي يا جماعه بجد، هو حد عنده، ما حدش اظن، ما حدش عنده مشكله في صوتي صح؟ اللي انا فاكر كان من هو سبع انت سنين كان مثلا السماعه دي كانت 150 جنيه. ده طب على اه فكره والله 150 من 7 سنين ده كان حلو، رقم حلو يعني. كان رقم صح، والله مش فاكر، اصل انا دلوقتي عارف ان ال 150 جنيه ما تجيبش وجبه، وجبه كنتاكي دينر ما هي اخرها تجيبهاش. سوري، اخرها سندوتش سوري. لا يعني مش للدرجه، يعني ممكن سوري فاهم اللي سندوتشين هو سوري، ايه. سندوتشين عشان السندوتش بس السوري لا، بس شاورما، بس شاورما مش حاجه وخلاص. بطاطس. لا ما انا مش بتكلم على بطاطس سوري، انا بتكلم على شاورما. شاورما شاورما، سوري. شاورما لحمه عشان بحب اللحمه. يا عم ماشي. اه أنت فلا جعان؟ فعلا. انا لا انا انا تعبان يعني بجد، انا حاسس ان عشان ان ايه بقى؟ البتاعه دي ايه. عشان ايه بقى؟ عشان رايح الجيش عشان رايح بكره الجيش بجد يعني. بس. اه رايح الجيش بكره والله بجد يا جدعان. يا جدعان انا ساعتها انا فاكر وانا في مركز التدريب كان الشاويش بتاعي بيقول لي انت بجد اوحش يوم هيعدي عليك يوم العوده ده، هو لسه بكره يعني، بس انا محضر له من النهارده، انا متضايق من النهارده. طب ليه صحيح يعني؟ يعني راجع يا ابني بكره. هقول لك فكره ان انت، هقول لك يا يوسف، انت عارف الاجازه دي حلوه جدا وفي نفس الوقت سيئه عشان هي بتشممك الملكي كده، بتمهولك اللي هو ايه، وفي الاخر ترجع تقول لا يا زي ابني، المدة فاهم، واحد عارف عشان انت تاخد اللي بس ماسك الحياه تجربة. ليه المدنيه ترايل؟ يقول لك لا يلا انت مش مننا، فاهم، اللي ماسك اه الحياه الملكيه يقول لك لا انت مش من هنا، امشي يا ابني، امشي عسكري، فاهم، روح فاهم فاهم. روح تاني، روح تاني تحبس في سجن كده وبتاع، هو في حاجة فبتحب. غريبة، إن امبارح احنا عندنا القهوة كان اللي بياخد المشاريب اسمه عسكري. اسمه عسكري على فكره، بص انت عارف والله، والله العظيم يا يوسف انا نسيت اكلمك في الموضوع ده، اما حد نادى عليه انا بصيت ورايا، انا كل خلاص شوية بقيت انت عمال موسوس. تتلفت. يا ابني انا بقيت متوسوس والله بجد، يعني اللي هو انا خلاص يا عسكري خلاص انا اعمل ايه طيب. بجد انا بجد انا وامبارح لو تفتكر قلت لك انا غيران جدا لاي حد شعره طويل وسايب دقنه. هي انا بحب اسيب دقني يا جدعان عشان هي فاهم ملمسه اصفر في بني كده، فبجد بتبقى شكلها كويس في الشمس كمان. عارف ليه؟ وانت عيل مصفر. عيل مصفر اه ليه فاهم. مصفر يعني، ليه طيب يعني بجد. ماشي يعني ما كده. علينا يعني. المهم يعني انا اصفر في النهايه تقصد كده يعني. انا حاولت اداريها كده في الكلام يعني. فاهمك، بس وصلت يا عم، ماشي يا عم بحبك والله يا يوسف. حبيبي. فال فنرجع بقى للحوار اللي المفروض كنا هنتكلم فيه. انهي بقى يعني، اللي هو التاني ولا التالت؟ انت اللي هو لا المفروض مع عنوان الحلقه. اللي هو التسويف. اللي هو اظن اظن اه هو ده. طب هقول لك على حاجة اه بس قبل ما نخش في موضوع قول لي الحلقة. طب، قول لي انت في موضوع الكورسات ده انت شغال فيه كويس ولا يعني انت هقول لك بالنسبة لك؟ قول. هقول لك انا بصراحه ما حصلش معايا الموضوع ده في الكورسات عشان أنا بحب المعلومات الزياده. يعني حتى مم. اللي يخش على لينكد ان بتاعي هيلاقي ان انا واخد كورسات كتيره جدا ومش مكروتها، لا انا بجد عارف كل حاجه بتقول ايه وكل حاجه بتعمل ايه وبتاع، واخد اللي هو زي ما بتقول كورسيرا فيه سيفيلايزيشن وبتاع، واخد حاجات من اماكن كويسه ومش عارف ايه وكده في المجال بتاعي اللي هو الاتش ار يعني. فانا لا بحب الكورسات قوي الصراحه، يعني انا الصراحه حصلت معايا ممكن في الجيم، والله مم. تصدق برضه ما حصلتش معايا قوي في الجيم، انا بجد كنت ملتزم قوي فتره الجيم دي صحيح يا يوسف، كانت حلوه قوي عليا نفسيا اه اكتر من جسديا. والله نفسيا اه كانت فارقه معايا جدا. ليه ليه؟ بقى؟ انا بجد لو انت هتقول ان انا فعلا كنت ده الكومفورت زون بتاعي بنسبه 50%، انا هناك كان بنسبه 80%. انا ما برتاحش الا لما اروح الجيم واشيل حديد واشيل زياده عني فاتصاب بجد كان متعه. اه انا كنت في متعه فاهم. الصراحه فتره 6 شهور كانوا قبل ما اقدم في الجيش بالظبط، كانوا بجد انا شايف ان هم كانوا كويسين جدا عشان محافظ على كل حاجة كانت في حياتي، محافظ على أكلي نومي شربي جسمي ويا سلام بقى فاهم لو فرق في جسمي ياه، أقعد 40 سنة قدام المراية، إيه ده يا وشايف ومش عارف إيه وبتاع وكده. ولا لما لا حد لا لا يقول لك بجد. مثلا
انت شكلك فارق يا خبر، وبتاع. طب والله العظيم انا في واحد صاحبي والله اسمه محمد خالد. محمد خالد ده هو اه اللي كان بيدربني، هو اللي كان بيقول لي تعمل ايه وما تعملش ايه وكده. اما قال لي انت فعلا في جسمك فرق، يعني بجد فرق خلاص انا بجد شكرا. اليوم ده ما نمتش انا ياه بجد ما تهزرش بقى. طب ايه اللي فرق؟ طب مش عارف لا ايه. يا عم مش الدرجات دي طب يعني، ويقول طب لك لا 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 مع يا عم فارق اهو. لو بجد انا قعدت اقول ما تهزرش مش عارف ايه وبتاع. قال لي لا يا عم صدرك وسع ومش ايه ده اسمها ايه، مش عارف اسمها ايه، واظن في اسمها صدرك وسع يعني، مش عارف اسمها ايه والله. اللي هو يعني اللي اعرف. هو اسمها ايه بقى، عريض يعني. فبجد كان فارق معايا جدا الكلام ده. لا وقال لي باين كمان ايه بقى من الترابيس، كان باين بتاع شباب، بحب انا تمرين الترابيس يا ريس. ما اصل خلي بالك بيفرق جدا في الشكل في العموم يعني، انت واللاتس بتبقى اكتر حاجه مهمه قوي. يعتبر بتبان. اه لا بس اكتر حاجه بجد بتبان كواحد مبتدئ، الكتف والباي. لو انت في الصيفي طبعا دول اكتر حاجه الكتف بتبان كده كده دي اكتر حاجه انا بتبان الصراحه يعني، بحب اكتر حاجه الكتف قوي. انت عارف ان هي اضعف اضعف عضله عضله في الحاجات. اه في تمرينات، مش حتى تلاقي مش انه كله عامه. فاهم. مهما كنت اه عسلية تجيلك وجامد وبتاع وكده، لا تلاقيك برضو بترفرف تيجي عند تمرينة 7:30. الرفرفه، اه ايوه ترفرف اه سبعة فاهم. ونص ده طبعا القوي يعني تلاقيه رفرف ب7:30، او مثلا اللي قعد شهور يعني. فبتبقى بجد ما حاجة ده حزينة كابتن جدا الضوء. يعني. نعم. لا انت عارف الضوء صح؟ اه عارف يعني لا الضوء ده بقى ده مش يعني بجد ربنا يعينه على حياته والله مش عارف بجد. هو طب بجد انت عارف ان انا فكرت شويه ان هو ده ممكن يكون اي. هو ازاي عمل كده؟ انت مش طب عارف. الصراحه انا بحب يا اسطى الكابتن، انا بحب كابتن الضوي جدا. انت عارف ليه؟ عشان ليه بقى؟ الكونتنت اللي عامله هو واخوه. اقسم بالله احلى كونتنت واظرف كونتنت انا شفته. اه اخو صغير. عارف اللي هو الكونتنت اللي عامله هما الاثنين اللي هو لو عملت لي حاجه هجيب لك ده ويجيب اخوه الصغير. يعني هو ايوه الضوء ايوه بيتكلم بيقول لا انت مش هتعرف تعمل لي حاجه عشان لو عايز هيجيب لك ده، ويقوم الكاميرا نازله تحت كده جايبه الواد. الصراحه جامده فشخ يعني. اه فاهم. يا رب نرجع لموضوعنا. لا يعني لازم يعني، اصلا البنج عندي عالي يا اه اسطى مش صح. آه. خلينا الحلقه دي بجد والله يلا عبثيه بقى. اكتر من اول حلقه. اي اي المهم يعني بقى مرحلة بجد بقى وجداني اه التسويف. يا ريت بعد نص ساعه ايه ايوه. بقى؟ أه... هو انا ايه اصلا برضو كنت عايز اسال سؤال في الموضوع ده يعني. هل ده بتبقى ان انت انت اتكلمت في حته كويسه ان هي فعلا انت ممكن تكون ما يعني جايب يعني عامل زي ما بتقول حاجه كويسه جدا، فانت مش عارف ان انت تخليها مع حياتك او كده. فهل شايف ان انت جزء بتبقى يعني هو كسل ولا تخاذل، ولا هو يعني تحت بند ايه؟ هو تخيل كل ما تجربتي. طبعا احنا كنا بنسجل عادي وفجأة لقينا يوسف إن النت قطع عنده. فانا صراحة مبسوط، انا صراحة ما كنتش قادر ان انا اسجل الحلقة دي وفي النهاية طلعت بحلقة يعني، طلعنا بحاجة يعني، طلعت في الاخر طلعت بنص ساعة فانا راضي منها يعني. فهنأجلها ان احنا نسجلها بكرة، وفي الاخر بكرة رايح الجيش فمش هنسجلها، فشكلها هتنزل زي ما هي كده يعني. فان شاء الله نقابلكم في حلقة جديدة وصفعة جديدة.